السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست نبع، حيث نغوص معا في مواضيع التعليم والتحديات التي تواجه طلابنا. حلقتنا اليوم مختلفة تماما، لأننا سنتحدث عن تجربة جديدة يخوضها طلابنا لأول مرة، وهي الاختبارات المركزية. ما هي هذه الاختبارات؟ ولماذا تم تطبيقها؟ وكيف يمكن أن تكون أداة للتفوق؟ يسعدني أن أرحب بضيوفنا لهذا اليوم، الأستاذ العزيز الأستاذ إبراهيم القرشي، الموجه الطلابي بالمدرسة النموذجية الثانية. حياك الله أستاذ إبراهيم. مرحبا، حياك الله يا أستاذ عبد الله. الله يجزاك خير، شكرا لك حبيبا. كما أرحب بالمبدعين معنا المشاركين من طلابنا طلاب النموذجية الثانية. نرحب بسلطان وأيضا عمر وهتان وأسامة ويحيى. حياكم الله يا شباب. الله يحييك أستاذ عبد الله. خلونا نبدأ بالسؤال الأساسي لبودكاست نبع في هذه الحلقة عن الاختبارات المركزية. ترى ما هي الاختبارات المركزية، وكيف شعرتم أيها المبدعون عند سماعكم أنكم ستخوضون تجربة جديدة؟ سلطان، ودنا تقول لنا وش رأيك وكيف سمعت الاختبارات المركزية بأي شعور؟ بالتأكيد أستاذ، الاختبارات المركزية كما فهمنا من المرشدين والمعلمين هي طريقة لتقييم مدى استيعابنا للمناهج بطريقة موحدة بين كل المدارس. بالبداية حسيت بالخوف لأنها شيء جديد، لكن ما فهمت الهدف. شعرت أنها فرصة لنا لإظهار قدراتنا الحقيقية. جميل يا سلطان. عمر، ماذا عنك؟ هل كان لديك نفس الشعور؟ بصراحة كنت مترددا في البداية، لكن لما ناقشنا الموضوع في الفصل عرفت أن الهدف من الاختبارات هو تطوير التعليم وليس مجرد قياس لدرجاتنا، وشعرت أنها تجربة مفيدة لنا. أستاذ إبراهيم، بصفتك موجها طلابيا، كيف تقيم هذه الخطوة؟ ما هو دوركم في تهيئة الطلاب لهذه التجربة؟ مرحبا يا أستاذ عبد الله. أول شيء شكرا لك أستاذ عبد الله على هذه الاستضافة. نحن كدورنا كموجهين طلابيين في الصرح التعليمي هو إعداد وتهيئة نفسية لأبنائنا الطلاب لاستقبال الاختبارات المركزية اللي ربما تكون أول خطوة يقدمون عليها أبنائنا الطلاب، فمحاولة تهيئتهم النفسية والإعداد الجيد لاستقبال هذه الاختبارات بكل ثقة وطمأنينة. هذه الاختبارات أكثر تقنين وتفنيد في تحديد القوة والضعف أيضا عند الطلاب، وذلك يساعد على تحسين العملية التعليمية. المبدع يحيى من المتميزين سواء دراسيا أو في الأنشطة الطلابية بالنموذجية الثانية. هل واجهت أي صعوبات أثناء استعدادك لهذه الاختبارات؟ نعم أستاذ، كانت أكبر صعوبة بالنسبة لي هي الخوف من عدم معرفتي لنمط الأسئلة، لكن بالتعاون مع زملائي ومعلمي بدأنا نراجع ونتدرب على نماذج مختلفة، وأصبح الوضع أفضل. جميل جدا أنك ذكرت التعاون يا يحيى. أسامة، كيف يمكن للطلاب أن يستفيدوا من هذه التجربة؟ أخبرنا. أعتقد أن الاختبارات تعلمنا كيف نكون مستعدين دائما، وكيف نطور استراتيجيات مذاكرة ذكية. هذه التجربة علمتنا كيف نتعامل مع الضغط ونكون أكثر ثقة في أنفسنا. الحقيقة أنه الإجابات المميزة التي استمعنا لها من أبنائنا الطلاب هي حافز لنا كي نوصل رسالة الثقة بالنفس في نفوس الطلاب، حتى يكونوا أكثر استعدادا لهذه الاختبارات المركزية الشاملة والتي تقيم نقاط القوة والضعف، وهي بحد ذاتها تجربة تحتاج منا جميعا للوقوف مع أبنائنا الطلاب. أستاذ إبراهيم، كيف يمكن للطلاب تنظيم أوقاتهم والاستعداد لهذه الاختبارات بفعالية، وبما أن هذه الاختبارات فعلا تشكل لدى أولياء الأمور هاجس وهم كبير؟ هي النصيحة الأهم في وضع جدول زمني متوازن. يجب على الطالب أن يحدد أوقات معينة للمذاكرة وأوقات للراحة. أيضا هذه ما تسبق الاختبارات، تنظم وقتك، تنظم وقت النوم،
ووقت المذاكرة تحاول أن توفر لك بيئة فيها من الراحة النفسية اللي تهيئك أن تقدم للمذاكرة بإذن الله، والتركيز على المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم. هذا يساعد على التمكين من الأساسيات المطلوبة منك كطالب، ونتمنى لكم التوفيق. أستاذ إبراهيم، كلنا نعي أن للأسرة دور هام وفعال في تهيئة الطلاب للاختبارات. الحقيقة ودي منك رسائل لولي الأمر قبل الاختبارات وأثناء الاختبارات. والله يا أستاذ عبد الله، سبق وأنشأنا مجلس أولياء الأمور واجتمعنا بهم وتناقشنا فيما يخص من ضمن العناوين اللي ركزنا عليها الاختبارات المركزية. اجتمعنا بمجلس أولياء الأمور وأكدنا عليهم أن يعاونونا، وخير من يعيننا على تهيئة أيضا أبنائنا الطلاب نفسيا وتوفير سبل الراحة لهم في منازلهم استعدادا لهذه الاختبارات. عزيزي ولي الأمر، قف مع ابنك، طمئنه، شجعه، نمي الثقة في داخله تجاه نفسه وتجاه الاختبارات. أيضا نرحب بمن انضم إلينا حديثا، المبدع المميز هتان الزهراني. هتان له من اسمه نصيب كالقطر حقيقة في مدرسة النموذجية الثانية، الذي انحل على المدرسة أزهرت وأنورت وأشرقت، فلذلك هو يشاركنا في بودكاست نبع في هذا اللقاء. وهنا سؤال نوجهه لهتان: ما هو الدور الذي ينتظره الطالب من أسرته في هذه الاختبارات المركزية؟ ماذا ينتظر؟ أكيد أنه ينتظر الكثير من الأشياء، لعل هتان يخبرنا بها. قبل الاختبارات، الطالب يحتاج من أسرته إلى بيئة هادئة ومريحة تساعده على التركيز، وأيضا دعمهم النفسي مهم جدا. يعني مثلا كلمات تشجيع زي إحنا واثقين فيك أو أنت قدها تعطي شعورا كبيرا بالثقة. وبالنسبة لي كنت أشعر براحة كبيرة لما أمي كانت تساعدني في تنظيم وقتي وتشجيعي على أخذ فترات راحة. قبل أن نختم حلقتنا في بودكاست نابع والتي محورها الاختبارات المركزية، أود من كل واحد منكم أن يوجه رسالة لزملائه. نبدأ معك عمر. رسالتي هي: لا تخافوا من التجارب الجديدة، بل اعتبروها فرصة للتعلم والنمو. ثقوا بأنفسكم وتعاونوا مع زملائكم. أقول لزملائي: نظموا وقتكم وركزوا على هدفكم. الاختبارات المركزية هي فرصة لإثبات أنفسنا وتحقيق التفوق. رسالتي بسيطة: لا تضغطوا على أنفسكم واستفيدوا من الدعم حولكم، سواء من الأهل أو المعلمين. ركزوا على التفوق وستصلون إليه إن شاء الله. الاختبارات المركزية فرصتنا لإثبات أنفسنا. رسالتي لأبناء الطلبة: الشاعر يقول: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. ما في شيء بالسهل إلا يكون بالقوة والجهد. أتمنى لكم التوفيق والسداد، ونحن متواجدون بينكم إن شاء الله لطمأنتكم. أي استفسارات فيما يخص، سواء استفسارات عندك إشكالية نفسية في الاختبارات، أو عندك إشكالية مثلا في البيئة، سواء عندك في المدرسة هنا أو في المنهج أو أي، نحن مستعدون كموجهين طلابيين نوجهكم لما هو أصلح لكم وأنفع لكم إن شاء الله. شكرا لك يا أستاذ عبد الله الزازي. في نهاية هذه الحلقة نتمنى لكل طلابنا الأعزاء التوفيق في الاختبارات المركزية. تذكروا أن النجاح ليس فقط في النتيجة، بل في الرحلة والتعلم الذي يرافقها. شكرا لضيوفنا الكرام، وشكرا لكم مستمعينا. الاختبارات المركزية ستكون بإذن الله انطلاقة جديدة لتعليم أكثر نموا وأكثر إبداعا. لكم ألف تحية في نهاية بودكاست نبع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.